هذه أشهر أكلة في ولاية باتنا بعد الزيرة والجبايلي، بربوشة الحليب بالخليع ولا القديد اللي نظن ما كانش اللي ما جربهاش وما نساش بالنتفة. أنا صراحة نكلاسيها الأولى بين أنواع الكسكسي كامل. في قدرة واسعة حطوا حبة بصل مرحية مع البطاطا، جريوات، الخردل اللي هو اللف، الحمص والفول اليابس، وأكيد أهم مكون واللي هو الخليع. غسلته مليح وحطيته، تبلت غير بالملح والقزبر، خليتهم يتقلاو وجبت الكسكسي المتوسط من عند سوسيمي. الجودة تاعو بزاف هايلة ومستحيل يعجن. فرغت كمية منه، غسلته مليح بالماء، صفيته وحطيته في قصعه ينشف عادي، وقلت لكم مستحيل يعجن. نرجع للخضره تاعي اللي تقلات، نمرقها بالماء، نغطيه ونخليها طيب. وهنايا البربوشه ولا الكسكسي بعد ما نشف نملحه وندلو الزيت، نبسو ونحطو يفور اول تفويره، وبعد ما يفور نزيد نشمخو نخليه ينشف ونعاود نفورو للمره الثانيه، يعني نفورو 2 مرات تكفي وتوفي. للامانه بربوشه الحليب تتخدم بالكليله، بصح حنايا في الدار ما نحبوهاش، دونك نديرو حليب عادي ونثقلوها بحليب الاحمر، ونفرغ هذاك الحليب فوق لاصوص بعد ما طابت مليح وعقدت، ونخليها تثقل اكثر واكثر. هنايا البربوشه تاعي كان وجدت، قليت فلفل حار ودرت سلطه بالبصل. لازم تحضر سلطه بالبصل مع بربوشه الحليب. المهم هنايا سقيتها ولازم تشمخوها مليح بلا صوص باسكو راهي تشرب. صدقوني بنتها ما تتوصفش. قولوا لي اذا ديروها نتوما ثاني. وهذا ما كان.